أسرار لازم تعرفها قبل ما تبدأ قناتك على اليوتيوب، لأنك لو فعلا بدأت وبتجيب أقل من 1000 مشاهدة فأنت لازم تتفرج على الفيديو ده، لأن قسما بالله محد هيقولك السر اللي هتشوفه في فيديو النهاردة، لأن ده من الأسرار اللي اتدفع تمنها جامد جدا جدا جدا. فيلا بينا بدون كلام كتير ندخل على طول في صلب الموضوع. ازيكم أصدقائي متابعين قناة بيزنس وزمو؟ فيديو النهارده احنا جايين نتكلم على سر من الاسرار اللي لازم تعرفها قبل ما تبدا اصلا على اليوتيوب، لانك لو بدات في الوقت الحالي انا باكد لك ان اي فيديو هتنزله، اي فيديو طويل هتنزله لازم هيجيب معاك اقل من 1000 مشاهده. فانا بقى جايب لك الخلاصه، فركز معايا من البدايه للنهايه، وعايز اعرفك ان السر اللي انت هتاخده النهارده ده مجانا، هو اتدفع ثمنه كتير جدا جدا، خساير ووقت وفلوس. فلازم تركز معايا لان دي فرصة مش هتتعوض. وخليك عارف ان والله الفيديوهات اللي بتنزل لكم هنا على القناة بشكل مجاني هي موجودة في دورات مدفوعة بشكل غالي جدا جدا جدا، وبيجي لي رسائل برايفت، اقسم بالله رسائل برايفت من ناس بتحاول ان هي تطلب مني ان هي تشيل الفيديوهات، وبيجي لي تهديدات ان امسح الفيديوهات، يا اما القناة اللي انا بنزل لكم منها المحتوى دي تتقفل. ولكن انا بالنسبة لي مش فارق معايا، كده كده المحتوى ده انا بنزله يعني زي الوجه لا تعالى زي ما انتم بتشوفوا. فيلا بينا بدون كلام كتير نشوف ايه المشكلة اللي لو حليناها القناة بتاعتنا هتبتدي تجيب مشاهدات وارباح عالية جدا. طبعا انا هنا بتكلم على القنوات اللي هي بدون ظهور، يعني مش بتحتاج انك تظهر فيها بوشك. القناة اللي بتحتاج فيها انك تظهر بوشك دي بيكون ليها شغل تاني خالص، ولكن انا بتكلم على القنوات اللي بيتم استخدام فيها ذكاء اصطناعي او AI او بمعنى اصح. على سبيل المثال القناة بتاعتي اللي بينزل عليها الفيديوهات دلوقتي زي ما انتم شايفين بظهر بصوتي الطبيعي جدا، فالقناة شغالة بشكل نورمال جدا. ولكن لو انت بتستخدم AI فانت هتلاقي وهيقابلك مشكلة كبيرة جدا، ان انت مش هتلاقي اي مشاهدات بتيجي على القناة، وبتكون مشاهداتك كلها اصفار. فايه السبب؟ تعالى كده بص معايا. القناة اللي موجودة قدامكم دي بدأت معايا من يوم 10 أغسطس، وطبعا زي ما انتم شايفين في خلال 10 أغسطس لحد 30 أغسطس حققنا الحمد لله ما شاء الله $605، وإن شاء الله يا رب عقبالكم كلكم تحققوا أرباح أكتر من دي. تعالى كده نعمل ريفرش عشان الناس اللي بتشكك وبتقول إن الكلام ده كذب أو إن أنا بعمل فيديوهات فيك. طبعا زي ما انتم شايفين، ولو دخلنا هنا على السيتنجز هنلاقي بتاعتنا هنا زي ما انتم شايفين دولار، وطبعا نقدر نختار اي عملة تانية مثلا ريال سعودي طبعا زي ما انتم شايفين. ونقدر نرجع تاني هنا للدولار عشان الناس المشككين ما يأثروش على الناس اللي انا عارف ان هم كتير بيثقوا في كلامي ومصدقيني جدا. القناة اللي موجودة قدامكم دي فيها ميزة مهمة جدا، ولكن قبل ما نقول الميزة دي انت عندك 3 انواع من القنوات اللي بتبقى موجودة على اليوتيوب. القناة الأولى هي قناة بتبقى مدفوعة. يعني إيه مدفوعة؟ يعني قناة بتروح تشتريها ب $500. القناة دي بتكون نازل عليها أي محتوى، وبتكون قناة مفعلة، وبتاخد القناة دي تبتدي تنزل عليها كونتنت أجنبي، فبالتالي بتكسب مكاسب كويسة. ولكن هنا عندنا مشكلة، وهي إن تكلفة القناة كبيرة جدا جدا. وطبعا بما إن القناة أصلا مفعلة فاوريدي اليوتيوب بيثق فيها، فبيبتدي ان هو يقترح القناة بشكل محترم، فهتلاقي الفيديوهات اللي انت بتنزلها بتجيب مشاهدات. طيب انا دلوقتي معايا واحد معهوش فلوس ان هو يدفع $500 او يشتري قناة مفعلة، ولكن هو عايز يبدأ كونتنت على اليوتيوب ويحقق منه ربح عن طريق الذكاء الاصطناعي. هيعمل ايه؟ نيجي بقى للحل التاني. هيروح ينشئ قناة جديدة، قناة نيو، قناة من الصفر. في الوقت الحالي أي قناة جديدة بتنشئها لو هتستخدم فيها أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، إذا كان الصوت إذا كان الصورة إذا كان أي شيء في المحتوى، فبالتالي اليوتيوب مش هيثق فيك. فنسبة الثقة، طبعا الكلام ده ما كانش موجود من 3 4 سنين، الموضوع كان أسهل من كده بكتير. ولكن في الوقت الحالي أي قناة ذكاء اصطناعي على اليوتيوب جديدة مش بيثق فيها نهائيا. فايه الحل؟ فهنقول ان انت لو كنت تعمل قناة جديدة وهتشتغل عليها فانت ممكن الموضوع ياخد معاك شهرين ل3 شهور عشان اليوتيوب يبدأ يثق في قناتك، ويبدأ ان هو يدخلك مشاهدات عشان تحقق ال4000 ساعة.
ولكن في حل تاني، وهي دي التركاية، وهو ده السر اللي انا جاي اتكلم معاكم فيه النهاردة، اللي من غيره هتفضل طول عمرك قاعد في اليوتيوب بتجيب اقل من 1000 مشاهدة. تعالى كده نبص مع بعض. القناة اللي انا بتكلم عليها دلوقتي قدامكم، اول فيديو نزل فيها كان بتاريخ كام؟ لو جينا دوسنا كده على الداتا او التاريخ يعني بمعنى صح، هتلاقي ان اول فيديو نزل على القناة كانت 1 ديسمبر 2008. وهنا النقطة، هنا التركاية. معنى كده ان القناة اللي موجودة قدامكم دي تاريخ الانشاء بتاعها في 2008، بعيدا عن ان المحتوى اللي اصلا بيبقى موجود عليها بيبقى اجنبي طبعا، ولكن اللي يهمنا التاريخ ده. التاريخ ده معناه ان القناة قديمة، فبالتالي طالما ان القناة قديمة وموجودة من فترة من قبل ما يتخلق اصلا الاي اي او يبقى في حاجة اسمها اي اي، فبالتالي اليوتيوب هيثق في المحتوى وهيثق في اي شيء هتنزله على القناة، ولكن طبعا في مدة بسيطة جدا. يعني لو القنوات الجديدة بتاخد منك 3 شهور، فلا انت القنوات القديمة اللي هي من 2008 و2007 و2006 هتاخد معاك اسبوعين 3 شهر بالكتير جدا. ولكن هتلاقي في فرق شاسع بين القنوات الجديدة وبين القنوات القديمة اللي بقالها 10 سنين واكتر من 10 سنين. ممتاز. هيجي دلوقتي واحد يسألني يقول لي طب انا اقدر اجيب القناة دي ازاي؟ هحل المشكلة دي ازاي؟ هعمل ايه؟ تعالى اقول لك. ان انا لما دورت كتير جدا على مصدر اجيب منه القنوات القديمة اللي هي بتكون من 2008 و2006 و7 و9 و10 وكل الاوقات دي، فخسرت فلوس كتير جدا جدا، لان كان بيتنصب عليا، وكان كنت بدخل مواقع سكام، كان بيتسرق فلوسي والفيزا كانت تتسرق، وكان بيحصل مشاكل كبيرة جدا جدا. ولكن الحمد لله بفضل الله قدرت ان انا اوفر لكم قنوات زي القناة اللي قدامكم دي. يعني القناة دي الحمد لله هي معايا دلوقتي قناة من 2008، فانا قدرت ان انا اوفر 10 قنوات. ان شاء الله ال10 قنوات دول يعني هبيعهم بسعر مخفض جدا جدا كدعم ليكم ومساعدة ليكم ان انتوا تبدأوا تطبقوا الفيديوهات اللي انا بنزلها بشكل مجاني ليكم عشان تحققوا اول فلوس من اليوتيوب. طيب، ازاي نجيب القناه دي او ازاي نحجز معاك القناه دي؟ طبعا انا كل اللي قدرت اوفره، طبعا زي ما انتم شايفين قدرت اوفر 10 قنوات. وطبعا كل القنوات دي زي ما قلت لكم، لو دخلنا كده على اي قناه من القنوات دي هنلاقي التاريخ بتاعها طبعا من سنين طويله جدا. طبعا زي ما انت شايف القناه دي من 2008 واللي قبلها كانت من 2008. تعالى كده نشوف اي قناه تانية، وليكن مثلا القناه دي. طيب يا عم، القناة هيكون سعرها كام؟ القناة هيكون سعرها 1500 جنيه. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو نازل على القناة جايب 500 مشاهدة، وكمان زي ما انتم شايفين القناة دي من 2006. طيب، ازاي يا عم ناخد القنوات دي او ازاي نشتري منك القنوات دي؟ الموضوع سهل وبسيط جدا والله. انا القنوات دي كنت اقدر اطلب فيها مبالغ كبيرة، ولكن خليها كده برضو لوجه الله تعالى. نبيعها بسعر مخفض او نديلكم بسعر مخفض. القناة مفروض ان لو هي بالدولار هيبقى حوالي 30 دولار. طيب لو انت هتشتريها بالمصري، لو انت من مصر هيبقى 1500 جنيه. وطبعا تقدر ان انت تتواصل معايا عشان تشتري القنوات دي او تحجز القنوات دي عن طريق حاجتين: التليجرام اللي هكون سايبه لك تحت في الديسكريبشن. طبعا تقدر تحجز القنوات عن طريق الواتساب اللي هكون سايبه لك في الديسكريبشن، او عن طريق التليجرام، ولكن يفضل عشان الرد اسرع بيكون موجود على الواتساب يعني. طيب، دي كده هنا مشكلة المشاهدات. ان شاء الله الحمد لله بإذن الله تتحل معاكم وما يكونش فيه اي مشكلة. لو عندك بقى اي مشكلة تانية، مش عارف ازاي تتعامل، مش عارف ازاي تطبق الفيديوهات اللي موجودة، فتقدر تحجز استشارة. الاستشارة دي هي لمدة 60 دقيقة، بنساعدك فيها ان شاء الله من A to Z لحد ما تبدأ انك تنشئ الكونتنت او تنشئ المحتوى الخاص بيك ان شاء الله، وتبتدي تحقق ارباح. طبعا برضو عشان تستفسر على الاستشارة برضو عن طريق الواتساب او التليجرام. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. فيا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك وكومنت اشتراك، وما تنساش ان تعليقك بيفرق معايا جدا، ودعمك ليا بيحفزني ان انزل حاجات اقوى واقوى واقوى.